اغنيه جيت اوف اوف ماي كلاود لذا رولينج ستونز، كانت سنه 1965. لكن اللي كتير ما يعرفوش ان في نفس الوقت ده كانت اول خطوات العالم ناحيه عصر السحابه او الكلاود كومبيوتنج، الحوسبه السحابيه. الموارد في العالم محدوده، سواء كانت طاقه او وقت او فلوس. كل البيزنس في العالم بيدور حوالين توفير التكاليف والاستخدام الامثل للموارد، وهنا بتظهر الكلاود كومبيوتنج كواحده من افضل الحلول لانها بتساعد الشركات على الاستغلال الامثل لمواردها. في الستينيات علماء الكمبيوتر بداوا يحلموا بفكره اليوتيليتي كومبيوتنج، يعني الكمبيوتر يبقى زي الكهرباء، تفتح وتشغل بس على قد اللي محتاجه. الخطوه دي كانت البدايه الحقيقيه للكلاود كومبيوتنج اللي بنشوفها النهارده. التكنولوجيا اتطورت لكن الفكره الاساسيه لسه موجوده، تقدر تستخدم كل اللي تحتاجه بدون ما تدفع غير على قد الاستخدام، او زي ما بنقول دلوقتي pay as you go. السيرفرات التقليديه كل حاجه محفوظه في الشركه نفسها، يعني الاجهزه، الصيانه، التحديثات، وحتى اداره الانظمه، وده بيحتاج ميزانيه ضخمه ومساحه خاصه لاقامه الداتا سنترز او مراكز البيانات داخل الشركه. كل شركه بتحتاج توفر الهاردوير زي السيرفرات واجهزه التخزين واجهزه الشبكات زي النتورك سويتشز، والاهم ان الشركه لازم تكون مسؤوله عن حمايه البيانات وصيانتها. في الكلاود كل شيء محفوظ عند الشركات اللي بتقدم الكلاود سيرفيس زي AWS او جوجل كلاود او اوراكل كلاود. بيتم تخزين البيانات في مراكز بيانات او داتا سنترز ضخمه ومنتشره في اماكن مختلفه في انحاء العالم. مراكز البيانات دي عباره عن مباني مخصصه فيها الاف السيرفرز والاجهزه اللي بتخزن بياناتك وبتدير تطبيقاتك، والسيرفرز متصله بشبكه قويه بتضمن الاتاحه العاليه. انت مش لازم تشيل هم الصيانه او تحديثات السيرفرات، بتاخد الموارد اللي تحتاجها وقت ما تحب وبتدفع على قد الاستهلاك. وبالرغم من كده تقدر توصل للبيانات او الخدمات في اي وقت ومن اي مكان وعلى اي جهاز، يعني تقدر تشتغل من اي مكان. بعض الشركات اللي بتقلق على امان بياناتها لما تروح للكلاود، لكن شركات الكلاود سيرفيسز الكبيره بتوفر اعلى مستويات الامان وفيها شهادات امان عالميه زي الايزو والاس او سي. بتقدم حلول قويه لحمايه البيانات، انكريبشن وباك اب وديزاستر ريكفري سوليوشنز، وتقنيات اكسس كنترول لتامين البيانات. عندهم مراكز بيانات في مناطق جغرافيه مختلفه لتحقيق الجيوغرافيك ريدندنسي، بمعنى انه لو حصل اي عطل في منطقه معينه البيانات بتكون محميه ومتاحه في اماكن ثانيه، وكل ده في اتفاقات مضمونه في الاس ال اي او السيرفيس ليفل اجريمنتس. في السيرفرات التقليديه الامان كله مسؤوليه الشركه، واللي بيحتاج موارد اضافيه لحمايته. في السيرفرات التقليديه بيكون من الصعب التوسع او تقليل الموارد بسهوله، لان التوسع بيحتاج شراء اجهزه جديده. لكن في الكلاود تقدر تزود او تقلل الموارد بسهوله حسب احتياجاتك واحتياجات شركتك، ودي نصائح مهمه لاي حد بيقوم بالنقل للكلاود. تقييم الانفراستراكشر او البنيه التحتيه الحاليه. قبل ما تبدا في النقل للكلاود لازم تعمل تحديد للانظمه اللي هتحتاج تحولها والانظمه اللي هتفضل تستخدمها على سيرفراتك الحاليه. الكلاود كومبيوتنج موديل او اختيار نوع السحابه او الخدمات السحابيه زي البرايفت كلاود، بابليك كلاود او الهايبرد كلاود. لازم تختار الانسب لاحتياجات شركتك، وفي كلاود سيرفيسز مختلفه لازم تختار الانسب ليك. ابدا بنقل البيانات الاساسيه زي قواعد البيانات، وبعدها اتجه للتطبيقات. واخيرا الاختبار. قبل ما تبدا في استخدام النظام بشكل كامل بعد النقل لازم تتاكد من اختبار كل شيء وتتاكد ان كل شيء بيشتغل بشكل سليم. ذا رولينج ستونز قالوا جيت اوف اوف ماي كلاود، احنا في التكنولوجيا بنقول العكس تماما، جيت اون ذا كلاود. الكلاود كومبيوتنج مش رفاهيه، ده المستقبل اللي كل الشركات لازم تكون جزء منه.